علي عليه السلام هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، من بني هاشم عليه السلام، من ولد إسماعيل عليه السلام، من سلالة النبيين عليهم السلام، بنو هاشم الذين هم سادة قريش وأشرافها. أبو بكر لعنه الله هو من قبيلة بني تيم، وهي أذل قبيلة في قريش، وهذا ليس كلامي، كلام أبي سفيان لعنه الله، وهو خبير في مثل هذه الموارد. روى البلاذري في كتابه أنساب الأشراف الصفحة 588 أن أبا سفيان قال يوم بويع أبو بكر، في اليوم الذي بايعوا فيه أبا بكر، قال بايعتم رجلا من أذل قبيلة في قريش، أذل قبيلة. وروى ابن كثير في كتابه السيرة النبوية الجزء الثاني الصفحة 165 أن نسابة العرب الأقدم دغفل ابن حنظلة قال لأبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وآله موجودا حينما قال دغفل هذا نسابة الأقدم لأبي بكر هذه العبارة، قال له والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش. زمعات قريش يعني من أراد قريش، من أذلاء قريش. أوما أنا بدغفل؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وآله لما قال دغفل لأبي بكر أنه من زمعات قريش. النبي لم يعارض، لم يعنفه، لم ينهره، ولم يسكت حتى، بل أقره على ذلك، وفعل التقرير تمثل في ابتسامته الشريفة، يعني كان مرتاحا لهذا القول، أن يأتي أحد يعير أبا بكر بقبيلته ويقول له إنك أنت من الأراذل من الزمعات. ففي هذا كفاية على أنه من يعير أبا بكر أو يحط من شأنه وهو لا شأن له، لا شأن له، هو يكون قد عمل بالمستحب بناء على هذه الرواية التي يرويها ابن كثير، وهو عظيم من عظماء علمائهم في كتابه الشهير السيرة النبوية. عمر لعنه الله هو من بني عدي، وهي أيضا قبيلة خسيسة في قريش، ومن صور خستها ما ذكره محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المنمق الصفحة 129 من أنها أي قبيلة بني عدي لم يكن فيها سيد يقوم بأمرها ويطلب بثأرها، وأنهم كانوا أول من لعق الدم. حلفان، حلف المضيبين وحلف لعقة الدم، هؤلاء الذين لعقوا الدم يعني شربوا الدم. بنو عدي قبيلة عمر بن الخطاب كانوا أول من صنع هذا الصنيع، شربوا الدم، لعقوا الدم. فهذه قبيلة علي
بنو هاشم سلالة النبيين، وهاتين قبيلتا أبي بكر وعمر.